صباح الفل يا معلم. صباح الفل يا هندسه. الله ينور عليك، انا شايفك بترش المباني اهو. والله يا هندسه رش المباني دي يعتبر يعني اهم حاجه بعد المباني. مهم جدا الرش. ها طب تاني يوم كده، دي تاني يوم من الشغل اهو. تاني يوم من الشغل بترش الميه. الشغل اهوت، وبعدها بيوم ولا حاجه بتبدا رش تاني، يعني المفروض 3 مرات. يعني بترش تقريبا يومين او 3 ايام بعد ما المباني تنشف على طول. تاني يوم المباني ما بتنشف. طب رش المباني ده على المقاول ولا على المهندس ولا على المالك؟ هو بيني وبينك المفروض على المهندس. المفروض على المهندس. هي بتتظبط هندسه بقى مع المقاول، او المقاول اللي هو عايز مثلا يعمل شغل نظيف، مش هنكلمه حاجه يعني. يعني المقاول اللي عنده ضمير بيرش يا معلم، انت عايز تقول كده يعني؟ مش هتكلم حاجه يا هندسه. اه، هي 10 دقايق 10 دقايق بالخرطوم هترش الدور كله. خلاص. يعني انما هو مثلا المقاول لو عايز يمشي حاله هو هيمشي حاله. الله ينور يا معلم. الله ينور يا معلم، والرش على المقاول مش على المهندس. لا هندسه لا، ما تثبتهاش على المقاولين عشان المقاولين ما تزعلش. احنا عنينا للمقاولين يا ريس.